في قديم الزمان، عندما كانت الدنيا بالأبيض والأسود، وعندما كان للشاب وجه يحشم عليه، وكان للفتاة جمال هي الأخرى تحشم عليه، وكان الجميع يعيش في سلام. كان الفتى إذا أحب فتاة لا ينق عليها، بل يخبر أمه فتخبر أباه، فيخبر أبو الفتى أبا الفتاة، فيخبر أبو الفتاة أم الفتاة، فتخبر أم الفتاة الفتاة، فتهرع الفتاة إلى غرفتها وتغلق الباب بإحكام، وتمكث هناك سنة كاملة بدون أكل ولا شرب حتى تموت جوعا. وبعدها تخرج من غرفتها لتخبر أمها بأنها موافقة على الزواج، فتخبر أم الفتاة أبا الفتاة، فيذهب أبو الفتاة ليخبر أبا الفتى، فيخبر أبو الفتى الفتاة، فتزغرد أم الفتى فيسمعها الفتى، فيعرف بأن الفتاة قد وافقت على الزواج منه، فيحمر وجهه ويخرج مطأطأ الرأس ويقبل رأس والدته ورأس والده، ويتجهون إلى منزل الفتاة ليضربوا الأكحل في الأبيض. أما اليوم فقد أصبح في الحب خير وبركة، فتجد الفتاة تحب 7 والفتى يحب 70، واللائحة تطول بطول عدد الجيمات في الفيسبوك.